لله درك يا أبا فضل، ما عهدتك هكذا. ولماذا لم تعهدني هكذا؟ لست أدري، هكذا مكتوب لدي بالسيناريو. لله درك يا أبا عنكلة، ظننتك أنك لم تقرأ السيناريو جيدا. إنني امرؤ أقدس النصوص، لست مثلك يا أبا الكهارب، لا تفرق بين القاف والغين. خسئت أيها الوضيع، أتهزأ بي وأنا رجل يجيد اللعب بالقوافي والمفردات؟ فكيف لا أفرق بين القاف والغين؟ هدئ من روعك، إن صديقنا أبا عنكلة يخاطبك من باب الدعابة. هدئ من روعك يا غلام. لقد وصلتك رسالة يا سيدي. ارفع متصل الآن. ممن هذه الرسالة؟ يبدو أنها من أبا شحتفة. هذا يقول فيها: